ده الطرف الثالث اللي احنا مش عارفينه ولا هنعرفه. دي حجج شماعات، مع احترامي للراجل اللي جنب البورسعيدي ده اللي نزلوا ارض الملعب التراس جرين ايجلز، التراس جرين ايجلز الخاصه بالنادي المصري. واتحدى اي فرد من جمهور النادي المصري التراس جرين ايجلز يتصل يعمل بيا مداخله ويقول احنا ما نزلناش، وعندي كذا دليل ان هم اللي نزلوا بالفيديوهات. في حضرتك لو المخرج دلوقتي يجيب الفيديو بتاع اقتحام جمهور النادي المصري من اوله، الفرد اول واحد نزل ارض طيب. الملعب، لا ثواني، اول واحد نزل ارض الملعب كان معاه الشمروخ. يجيب لي اللي كان معاه الشمروخ لابس تيشيرت مكتوب عليه UGE، يعني التراس جرين ايجلز، التيشيرت الخاص بيهم. وكان ليهم اغنيه منزلينها قبل ماتش المصري الناس كلها عارفاها، اللي حضرتك عرضتها في اول الحلقه. يا ريت يشغلها تاني ويجيبها ويشوف كلماتها. هم بصراحه ما شاء الله ما توصوش، طبقوا الاغنيه من اول كلمه لاخر كلمه. طيب مش عايز انا هنا يمكن انه بعض البلطجيه يندسوا في ثوب المشجعين. يعني هاخد بس قبل وليه ما يكونش بتكلم عن لابس التراس البورسعيدي؟ نعم، ما يكونش ليه بلطجي؟ والبلطجي برضه هو اللي عمل الاغنيه، والبلطجي برضه هو اللي كان كاتب على موقعهم. الاغنيه ممكن ما نعرفش مين اللي عاملها. لا موجود على موقعهم الرسمي. نشوف محمود بدر عشان نشوف الانباء الاخيره قبل ما ننتهي من الحلقه. محمود، الوضع امام وزاره الداخليه، الحشد ما زال